حرب العروض بين المطاعم في طنطا، 3 مطاعم و3 عروض ناريه وخصومات وصلت ل 50%. النهارده اخترت 3 مطاعم من طنطا عندهم عروض جامده، كبسه سعودي ووان واي والدوكش. العروض كلها مغريه، فقلت لازم اجربهم بنفسي عشان اقول لك من فيهم العرض اللي يستاهل فلوسك. الخصم مش كل حاجه، والطعم والكميه هم الحكم. تابع الفيديو للاخر عشان تعرف مين فيهم الملك ومين فيهم اللي هيطلع اي كلام، وما تنسوش تشوفوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا الارقام اللي هتظهر على الشاشه عشان تشاركوا في سحب هديه الحلقه دي. هتلاقوا تفاصيل السحب مكتوبه كلها تحت في صندوق الوصف. شارك وممكن تكون انت الكسبان في حلقه النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع رشيد. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وادعوا لاخواتنا في ارض العزه وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان، وادعوا للوالد وجميع موتى المسلمين بالرحمه والمغفره. زي ما قلت النهارده ان شاء الله هنجرب 3 عروض جامده من 3 مطاعم مختلفه وخصومات وصلت ل 50%. التقييم هيكون على 3 حاجات: جوده الاكل وكميه مقابل السعر وطريقه التقديم. جايب عروض من وان واي ومن كبسه سعودي ومن الدوكش، وهنبدا من الاقل خصم للاعلى خصم. ونبدا اول حاجه بعرض العيله الكبيره من وان واي، وخصم يوصل 16% من اي 3 بيتزا من حجم وسط. زي ما انتم شايفين العرض على الشاشه، عرض العيله الكبيره اي 3 بيتزا وسط ب 315 جنيه بدل 375 جنيه من اي نوع من انواع البيتزا في المنيو ما عدا السي فود. فانا اتصلت عليه وقلت له عايز 3 بيتزا وسط من العرض، وقلت له شكلهم لي فراخ، وما حددتلوش نوع ايه بالظبط، بس نسيت اساله انا هناك ايه الانواع اللي انت جبتها، فربنا يستر يكون كاتبهم في الفاتوره. نقول بسم الله. شكل كده الكيس بتاعهم وعليه بقى العنوان والتفاصيل وكده. نفتح بقى كده نقول بسم الله. يا رب يكون كاتب الانواع، مش كاتب الانواع للاسف، كاتب العيله الكبيره الحجم ميديم، فان شاء الله ربنا يسهل ونعرف الانواع. نشوف بقى جايب معاه ايه مع الثلاث بيتزات. جايب معاه 4 مناديل، وجايب معاهم 6 كاتشب، يعني مع كل بيتزا 2 كاتشب. اسمها ايه بقى؟ ديكسي. المهم كاتشب مش مقاطعه. معانا كده 3 بيتزات زي ما انتم شايفين. نفتحهم واحده واحده بقى. شكل العلبه برده كده عليها اللوجو بتاعهم. بقى بسم الله. ادي اول واحده، شكلها كده من قريب بسم الله ما شاء الله، شكلها حلو وجميل. اظن دي ستريبس لان دي قطع ستريبس، فهناخد منها قطعه كده. بسم الله. شكلها حلو وجميل قوي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله مليانه قطع الستريبس. ناخد مثلث نحطه هنا، فهنفتحهم بقى الثلاثه وناخد من كل واحده مثلث ونسخنهم مره واحده ونجربهم بقى. الحمد لله كده عرفنا ايه اول واحده فراخ الستريبس. ونفتح ثاني واحده بسم الله. ثاني واحده دي باربيكيو، اكيد دي تشيكن باربيكيو. هم عندهم تشيكن باربيكيو. نسيت اقول لكم الستريبس بقى دي بتكون مكونه من ايه؟ صدور دجاج مقلي مكرمل طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. يبقى دي بقى اللي هي مش ستريبس، دي اللي هي كريسبي تشيكن كريسبي، اللي هي دي يعني. ايوه اللي هي دي. ايه ده؟ انا جبت منين؟ فاكيد دي بقى اللي هي تشيكن كريسبي، صدور دجاج مقلي مقرمش حار والزيتون والموتزاريلا، فدي اللي هي تشيكن كريسبي. الحمد لله عرفنا اسمها. دي بقى اكيد اللي هي تشيكن باربيكيو، زي ما انتم شايفين كده عليها صوص الباربيكيو من فوق. بسم الله ما شاء الله شكلها حلو وجميل، وحاطين تحت منها ورقه عشان ما تعرقش مع الكرتونه. حلوه الحركه دي. نشيل دي كده الاول وناخد منها برده كده ايه مثلث. بسم الله ما شاء الله ريحتها تحفه. وفيها ايه دي؟ نسيت اقرا المكونات بتاعت دي. تشيكن باربيكيو، صدور دجاج مقرمش، فيها هوت دوج. يبقى ده اللي هو الهوت دوج. بسم الله. طعم حلو. وفلفل الوان. فين فلفل الوان؟ ادي فلفل اصفر اهو، وشرايح زيتون وموتزاريلا اهي. شرايح الزيتون اهي والموتزاريلا على الوش اهي. ناخد منها مثلث كده ونرجع ده تاني هنا كده. واقفل يا باشا. ونفتح اخر واحده بقى بسم الله. دي تشيكن رانش باين عليها. بسم الله ما شاء الله شكلها حلو قوي وجميل. بيقول لك بقى مكوناتها ايه؟ صدور دجاج مشوي مع بسطرمه وفلفل اخضر وشرايح الزيتون والموتزاريلا وصوص الرانش. ادي هنا قطع دجاج اهيت باينه، وشرايح الزيتون اهي زي ما انتم شايفين كده عليها صوص الرانش من فوق، وطبعا الموتزاريلا هيبان بقى جوه الفلفل الاخضر والبسطرمه. فناخد مثلث كده نقول بسم الله. ادي قطع البسطرمه اهي. هو المشكله ان انا ما بحبش البسطرمه، فكده ممكن اظلمها معايا، لكن هقول لكم طعمها من غير مجامله. وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين البيتزات الحجم الوسط، الحجم حلو مش صغير. فهنعمل ايه بقى؟ طبعا البيتزا لازم تاكل سخنه، فسخنوا في الميكرويف ونيجي نجرب. وسخنا البيتزا زي ما انتم شايفين شكلها كده، شكلهم تحفه بصراحه. بسم الله ما شاء الله. نفتح نشوف ايه الحاجات اللي في الكيس اللي هم جايبينها دي. منديل حلو وعليه اللوجو بتاعهم وشوكه بلاستيك. نجرب بقى اول حاجه ايه اللي هي تشيكن كريسبي، صدور دجاج مقلي مقرمش حار وشرايح الزيتون والموتزاريلا. بسم الله بقى كده وندوق. طعمها حلو، وطعم الفراخ حلو جميل. بسم الله ما شاء الله. ومليانه قطع فراخ، يعني كل قطمه بتاخدها فيها قطع فراخ حلوه. طعم الجبنه الموتزاريلا اللي مستخدمينها حلو برده. حلوه التشيكن كريسبي. الله ينور، فيري جود. نجرب بعد كده بقى اللي هي تشيكن باربيكيو، زي ما انتم شايفين كده شكلها من قريب. صدور دجاج مشوي وهوت دوج وفلفل الوان وزيتون وموتزاريلا وصوص باربيكيو. طبعا صوص باربيكيو فوق اهو والزيتون، وفيها هوت دوج اهو وفلفل الوان فلفل الاحمر اهو. فندوق بقى كده دوم بسم الله. اول ما تاخدها كده الجبنه بتبظ، هي وصوص الباربيكيو جامد، والهوت دوج من ده طعم حلو، مليانه من كله، سواء كان جبنه او زيتون او هوت دوج او فراخ. كل قطمه بتاكلها مليانه من كل حاجه. بسم الله ما شاء الله. وصوص الباربيكيو بسم الله ما شاء الله طعمه حلو قوي. فيري جود. اخر واحده بقى معانا اللي هي بيتزا تشيكن رانش، زي ما قلنا بيبقى فيها صدور دجاج مشوي وبسطرمه وفلفل اخضر وشرايح زيتون وموتزاريلا والصوص الرانش. وربنا يستر من البسطرمه، انا مش من عشاقها قوي بس مش هظلمها ان شاء الله يعني. بسم الله. والله حلوه مش وحشه، يعني البسطرمه اللي مستخدمينها شكلها كده نوع حلو. طعم البسطرمه حلو الحمد لله. في نوع بسطرمه كده لما بجيبها واعملها انا في البيت بتبقى حلوه، انما لما بجيبها جاهزه من بره ما بتعجبنيش بصراحه، لكن المره دي عجبتني، طعمها حلو بدون مبالغه.
وكمان عجينه البيتزا زي ما انتم شايفينها كده مش تخينه قوي، ما تحسش ان انت بتاكل عيش وبس، طعمها حلو بسم الله ما شاء الله. كده عرض العيله الكبيره بسم الله ما شاء الله، طعم البيتزات حلو وجميل، ما تحسش ان هم مقللين في الكميه عشان خاطر عرض وكده، يعني بسم الله ما شاء الله كميه الحشو فوق البيتزا حلوه مش وحشه، وحجم البيتزا برده حلو مش مصغرينها، الله ينور. كده عرض العيله الكبيره جامد. اجمد واحد معانا النهارده ولا لا لسه مش عارفين، هيبان في الاخر. نخش بعد كده بقى على عرض وجبه ميكس الاكيل من كبسه سعودي بسعر 199 جنيه بدل 300 جنيه، يعني قول حوالي 200 جنيه، يعني خصم حوالي 34% تقريبا. وكمان عندهم عرض على المكرونه البشاميل، وكمان عندهم عرض على المكرونه البشاميل الطاجن ب 50 جنيه بدل 65 جنيه، يعني خصم 23% تقريبا. نجرب المكرونه بالبشاميل الاول وبعدين نشوف وجبه الاكيل. بسم الله كده. كبسه سعودي للمأكولات العربيه والخليجيه، ألذ مذاق للكبسه وافضل سعر. ما اعرفش ايه اللي جوه العلبه دي، هيبان حالا. دول الحاجات كلها اللي في العرضين الاثنين. اظن دي بتاع المكرونه بشاميل. الوجبه المفروض بيجي معاها ايه؟ وجبه ميكس الاكيل من كبسه سعودي بتتكون من ايه؟ 2 ربع فرخه مشوي او مندي، وربع كفته مع بطاطس ورز بسمتي، وبينزل مع الوجبه توميه ومخلل وسلطه. فاحنا عندنا هنا ايه؟ ادي التوميه وادي المخلل وادي السلطه، وجايبين 2 دقوس والعيش طبعا، وادي البطاطس. العيش عندهم اللي هو العيش البلدي الحلو. فنفتح دي كده الاول نشوف ايه دي. بسم الله. دي الكفته، يبقى دي مش المكرونه بشاميل. امال فين المكرونه بشاميل؟ دي المكرونه بشاميل ماشي. وهنا كده طالع العرقوب بتاع الورك، فاظن دي الوجبه، واظن هنا بقى المفروض المكرونه. هنفتح كده نقول بسم الله. ايوه هي دي المكرونه بشاميل زي ما انتم شايفين كده شكلها، بسم الله ما شاء الله طاجن محترم والله بسعر 50 جنيه، شايفه يستاهل بصراحه. اهم حاجه طعم المكرونه والحشو اللي في المكرونه. بسم الله. وناخد واحده كده فيها لحم من تحت ومليانه بشاميل. بسم الله. طعم البشاميل اللي فيها حلو قوي، فيها كميه لحمه تحت حلوه، وطعم اللحمه حلو برده مش وحش. بسم الله. حلوه وجميله وممكن اجيبها تاني بصراحه، من احلى المكرونه البشاميل اللي جبتها من بره. انا ما بجيبش مكرونه بشاميل من بره كتير، 4 5 مرات، دي من احلى المكرونه البشاميل اللي اكلتها. عايز اخلصها بصراحه، عجبتني. نجرب بقى ميكس الاكيل. نفتح بقى كده نقول بسم الله. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، ربعين فرخه وربع كفته ورز وبطاطس، وجاي معاها مخلل بقى وسلطات يعني وكده. هندول بطاطس اول حاجه. بسم الله. البطاطس البيت العاديه بس طعمها حلو. دول المخلل بتاعهم برده كده. بسم الله. يا اختي راكبه عفريت، راكبه عفريت. حلو طعم المخلل حلو. دول التوميه بتاعتهم برده. بسم الله. طعم التوميه حلو. نجرب بقى الدقوس. بسم الله. الدقوس طعمه حلو. نفتح كده نشوف السلطه، فيها طماطم وكابوتشي وجزر، طعمها حلو مسكر حلو. فهنجرب اول حاجه بقى الكفته، الربع جاي 4 صوابع زي ما انتم شايفين كده شكل صباع الكفته، يعني حلو جميل بسم الله ما شاء الله، وريحته حلوه. بسم الله. دوق كده بقى الكفته لوحدها الاول. بسم الله. طعمها حلو بس طبعا بقى عشان بردت فطعمها قل شويه. وريكم الاول كده الفراخ، ربع فرخه كده بسم الله ما شاء الله حلو. ندوق برده الفرخه كده لوحدها. بسم الله. طعمها حلو وطعم التتبيله اللي فيها حلو. ندوق الرز برده كده. بسم الله. طعمه حلو وجميل برده، بس عشان التجربه تكون كامله ومظبوطه زي ما نكون هناك هنعمل ايه؟ ناخد شويه رز نحطهم هنا، ونقطع حته كده من الفرخه دبوس نحطه هنا كده، وناخد صباع الكفته نحطه هنا كده، ونحط معاه بطاطستين وناخدهم نسخنهم في الميكروويف، عشان طبعا اكله زي دي لازم تتاكل سخنه عشان ندي تجربه حقيقيه كاننا واكلينها من هناك، يا كده يا اما هتنظلم. فسخنها بسرعه واجي نجربها. وسخناهم وجبناهم. دول بقى البطاطس كده وهي سخنه اكيد طعمها هيبقى احلى. بسم الله. كده البطاطس بقى ليها طعم شويه، والكفته بقى بعد ما سخنت صح بقى كده الدهن اللي فيها، وبقى شكلها بيلمع كده زي ما انتم شايفين. بسم الله. ريحتها طلعت بقى كده. بسم الله. ايوه كده طعمها حاجه ثانيه خالص. وندوب بقى الفراخ برده كده وهي سخنه. بسم الله. طعمها حلو زي ما هي. نجرب بقى الرز وهو سخن. بسم الله. 100 100. نعمل ايه بقى؟ نحط كده شويه دقوس معاهم بقى كده حته كفته، وبسم الله. الله ينور. بسم الله ما شاء الله. طعم التتبيله في الرز حلو وخطير. نجيب برده كده من دقوس على الرز مع حته فراخ كده بيرفكتو. نجيب لهم عيش كده. بسم الله. نحط فيها شويه بطاطس، حته كفته وشويه سلطه، ندقوس كده. بسم الله. جامد. نغطسهم برده في التوميه كده وقول بسم الله وكل يا اكيد. حطينا برده كده لقمه فراخ، نحط معاها بقى كده شويه دقوس، نحط معاها برده شويه سلطه وحته مخلل، وادفس في التوميه كده الجريمه من جوه. بسم الله. ميكس يعني. في حاجه بقى انا بحب اعملها، ما اعرفش انتوا بقى بتحبوا تعملوها ولا لا. تجيب العيش كده وتغمسه في الدقوس، بس الكلام ده لما يكون الدقوس حلو. مين بيحب يعملها؟ وندخل بقى على اقوى عرض في حلقه النهارده، عرض الخصم 50% من الدوكش في كل فروع طنطا بمناسبه افتتاح فرعه الجديد. كنت جربت ان عندهم قبل كده عرض جامد على تشاوميني، كنت نزلته قبل كده في حلقه من حلقات العروض، هسيب لكم لينك الحلقه تحت ان شاء الله في صندوق الوصف. كان الخصم برده حوالي 45 او 40% مش فاكر. فلما نزلوا خصم 50% قلت لازم اجرب من عندهم. عندهم 4 برجرات داخله الخصم ده وعلى كل الاحجام، من اول 150 جرام و200 جرام و300 جرام و400 جرام. اول برجر اسمه العمده، وده بيقول لك ايه بقى؟ برجر لحمه وفراخ مشوي على الفحم مع خس وطماطم وبصل وبيكلز وصوص بيك تيستي
تيستي مع تشاومين. تاني برجر المعلم، وده برجر لحمه وفراخ برده ماشي على الفحم، معاه خس وطماطم وبصل وبيكلز وصوص بيك تيستي وصوص شيدر وتشاومين. وبرجر الساموراي برده برجر لحمه وفراخ ماشي على الفحم، معاه خس وطماطم وبصل وبيكلز وصوص بيك تيستي وصوص شيدر سبايسي، يعني صوص شيدر حراق، يعني الساموراي صوص شيدر فيه حراق، والمعلم صوص الشيدر اللي فيه بارد مع تشاومين. الرابع برجر لحمه وفراخ ماشي على الفحم، معاه خس وطماطم وبصل وصوص بسطرمه مع تشاومين. تعالوا بينا نفتح ونشوف. بسم الله، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هو جايب جلافزات وجايب 4 شوكات، لو الاكل محتاج جلافزات نبقى نلبس جلافزات، لو مش محتاج جلافزات مش هنلبس جلافزات. نفتح بقى العلب كده مع بعض. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ادي شكل الاربع علب كده زي ما انتم شايفين، 4 انواع برجر، وكلهم فيهم تشاوميني حلو، بس ده بس اللي فيه شويه تشاوميني صغيرين. نجربهم واحد واحد. نجيب الطبق بتاعنا نحط فيه التشاوميني ده الاول، انا جبت اللي فيه اقل تشاوميني. بسم الله، نفتح كده نشوف. العيش بسم الله ما شاء الله حلو، وشكله باين عليه ان هو فريش وحلو وجميل. نفتح كده البرجر من جوه. بسم الله، شكل البرجر من جوه زي ما انتم شايفين، يعني الطماطم قليله، طماطميه واحده صغيره بس مش مشكله. في بقى الصوص اللي هو صوص بيك تيستي، وقطعه البرجر اهي. فين البيكلز؟ اين البيكلز؟ هو المفروض كاتب فيه بيكلز، والمفروض فيه بصل، انا مش شايف بصل برده، يعني انا شايف البرجر ما فيش فيه بصل. في طماطم صغيره وخس حاجه بسيطه، وما فيش بصل بس ريحته حلوه. فهنعمل ايه بقى؟ هنجيب السكينه بتاعتنا ونقطع حته كده من البرجر. بسم الله، ادي البرجر كده من جوه زي ما انتم شايفين. مفيش فيه بصل ولا فيه بصل؟ لا تصدق فيه بصل، يعني حلقه بصل واحده بس، البصلايه اهي هي دي البصل اللي فيه، يعني هو ممكن بقى عشان عرض مقللين الكميه خالص كده، ما علينا، عشان طبعا الحاجات دي لازم تتاكل سخنه. هناخده برده سخنه في الميكروويف. سخنت البرجر والريحه طلعت بسم الله ما شاء الله. الحاجه لما بتسخن ريحتها بتكون جميله وطعمها بيكون حلو. شكل البرجر كده زي ما انتم شايفين، يبقى المفروض ده فيه لحمه وخس وطماطم وبصل، وزي ما انتم شفتوا طماطم وبصل صغيرين خالص، وصوص بيك تيستي والتشاوميني. نقول بسم الله وندوق. طعمه جميل قوي بصراحه، طعمه خطير. الحاجه الوحيده بس اللي تؤخذ عليهم ان الطماطم حبه صغيرين والبصل حبه صغيرين، ومفيش بيكلز. ما اعرفش ليه مش حاطين بيكلز، ان شاء الله باذن الله التانيين يكون فيهم بيكلز، وتكون دي غلطه مطبعيه وعدت يعني ان شاء الله. ندوق بقى الايه التشاوميني، مع اني جربته قبل كده في حلقه فاتت وكان طعمه خطير، بس نجربه تاني. بسم الله، زي ما انتم شايفين كده شكل التشاوميني، شرائح من المكرونه الاسيويه. بسم الله يا جدعان، خط على التشاوميني خطيره. يبقى كده اول برجر معانا اللي هو البرجر العمده، طعمه حلو وجميل. الحاجه الوحيده اللي تؤخذ عليه ان ما فيهوش بيكلز، وان الطماطم والبصل حبه صغيرين. اللي مخليني متفائل ان انا الاقي بيكلز وطماطم وبصل اكتر في التانيين، ان ده كان فيه تشاوميني حبه صغيرين، فقلت يمكن ده كان حاطين فيه حبه صغيرين في كل حاجه، والتانيين فيهم تشاوميني كتير، فان شاء الله التانيين برده يكون فيهم بيكلز في كله وتشاوميني وكله ان شاء الله. وهنفتح بقى تاني برجر. نقول بسم الله، زي ما انتم شايفين هنا بسم الله ما شاء الله، هنا كميه التشاوميني اكتر من اللي قبل كده، عشان كده بقول ان شاء الله يكون فيه بيكلز هنا. نفتح كده ونشوف. نقول بسم الله. العيش بسم الله ما شاء الله برده حلو جميل، صوص البيك تيستي برده مليان على الاخر. بسم الله، ادي كده قطعه البرجر. هنا الطماطميه كبيره زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. البصل برده دي حته البصل اللي محطوطه شايفينها، ومفيش بيكلز برده، مفيش خيار مخلل. مش عارف بقى هو نسي يحط خيار مخلل ولا ايه، لكن ما علينا، المفروض هيكون مختلف عن التاني. انا شايف ده لغايه دلوقتي مش مختلف عن التاني، مفيش فرق ما بينه وما بين التاني. طيب نفتح واحد تاني ونشوف، ربنا يستر ما يكونش حاطهم كلهم نفس الحاجه. انا قايل له عايز الاربع انواع برجر مش كلهم نفس الحاجه. بسم الله. هنا من تحت برده ادي البرجر والطماطم، وبرده حلقه بصل صغيره خالص زي ما انتم شايفين كده، يكاد يكون مفيش بصل، وتقريبا حطهم كلهم زي بعض. انا مش شايف في فرق ما بينهم، فبدل ما نقطعهم كلهم هشوف الرابع، لو لقيته زيهم هو كمان يبقى هو كده عملهم كلهم نفس النوع، هبقى اتصل عليه بقى واشوف ايه الموضوع، عشان انا قايل له عايز من الاربع انواع، فهو كده عملهم كلهم نفس النوع. انا كده استفدت ايه انا بقى؟ يعني هو عملهم كلهم نفس النوع بالظبط زي ما انتم شايفين. برده هنا مفيش خيار مخلل، دي قطعه البصل الوحيده، فدي غلطه من عنده بقى. انا كده استفدت ايه؟ فكده بصراحه خيش مننا العرض ده اكتر واحد كنت متحمس له. فانا هفتح واحد من دول اجربه، لو لقيت طعمه زي اول واحد يبقى كده هم فعلا كلهم زي بعض، لو لقيت طعمه مختلف وفي حاجه مختلفه يبقى هم اللي شكلهم زي بعض لكن الطعم مختلف. كان اكتر عرض متحمس له ده، واكتر حاجه كان نفسي اجربها هي دي، هو بالظبط نفس الاولاني. هسخن دول بقى واجي ادوق، وان شاء الله باذن الله يكون في فرق. يعني انا لحد حالا بدي امل، مش عايز ادي حكم نهائي، فان شاء الله باذن الله يكون طعم مختلف ويكون برجر مختلف ان شاء الله. وسخنت البرجر وجيت دوق بقى. كان بسم الله. هو البرجر نفسه طعمه حلو وطعم الصوصات حلو، نفس البرجر هو بالظبط، مفيش فيه اي اختلاف. مش عارف، خير متعوضه مره ثانيه ان شاء الله. يعني خساره طعم البرجر وحلاوه البرجر ان في الاخر الحلقه تبوظ كده. كان طعم البرجر حلو، فكان نفسي تكمل للاخر والله بصراحه. هو المفروض العرض اخر يوم النهارده، فانا هكلمهم تاني، لو رضيوا يدوني بكره حاجه مخصوص عشان نحل المشكله دي هقول لكم، لو ما رضيوش هعرفكم برده تفاصيل ان شاء الله. بس التشاوميني بتاعهم ملوش دعوه بالبرجر، التشاوميني بتاعهم حاجه خطيره ودمار دمار دمار. وبكده نكون وصلنا لنهايه عروض النهارده. زي ما قلنا النهارده ان شاء الله هنقيم على جوده الاكل والكميه مقابل السعر وطريقه التقديم. 3 مطاعم لعبوا لعبه العروض صح، وال3 مطاعم فاجئوني، منهم اللي كانت مفاجاتهم حلوه
حلوه، ومنهم اللي كانت فاجئتهم وحشه، وكل واحد فيهم عنده حاجه مميزه، في اللي يكسبك بالخصم، وفي اللي يكسبك بالطعم، وفي اللي يكسبك بكميه الاكل. واول مطعم في حلقه النهارده كان وان واي، ممكن يكون هو اقل خصم النهارده، بس بصراحه جوده الاكل ممتازه، شكل البيتزات الثلاثه كان جميل قوي، بسم الله ما شاء الله، الكميه كمان بسم الله ما شاء الله كميه معتبره وحلوه، والريحه كمان بسم الله ما شاء الله ريحه جميله، والثلاث بيتزات بسم الله ما شاء الله كان طعمهم جميل قوي. احلى طعم عجبني فيهم البيتزا الكريسبي، طعمها كان حلو قوي وجميل، وبرده البيتزا الرانش والباربيكيو كان طعمهم حلو برده مش وحش، بس احلى حاجه عجبتني الكريسبي. فكده وان واي ممكن يكون ما كانش اعلى خصم، بس ككميه وجوده اكل يعتبر احلى حاجه في حلقه النهارده. فكده عرض وان واي طلع حلو وما طلعش فنكوش. تاني مطعم في حلقه النهارده كبسه سعودي، وخصم 34% على وجبه ميكس الاكيل. المكرونه بالبشاميل بتاعتهم طعمها جميل وتحفه، من احلى المكرونات بالبشاميل اللي اكلتها، وطعم الرز البسمتي بصراحه كان طعمه حلو وجميل، وطعم التتبيله بتاعته حلوه، والكفته كمان لما سخنتها كده والدهن بتاعها ساح تاني طعمها كان حلو وجميل، وطعم الفراخ برده طعمها حلو واخد حقها في السوا حلو كده من جوه، وطعم الدقوس مع الرز والكفته حاجه كده عظمه. كده كبسه سعودي كميه مقابل السعر برده بسم الله ما شاء الله، كميه محترمه والخصم حلو وجوده اكل حلوه. فكده عرض كبسه سعودي طلع حلو وما طلعش فنكوش. نخش بعد كده بقى على الدوكش، للاسف هو اللي خايش معانا في حلقه النهارده، رغم ان ده كان اكتر مطعم كنت متحمس له عشان حجم الخصم كان كبير، يعني خصم 50% مش شويه، خصم كبير جدا، فكنت متحمس له جدا، خاصه ان انا جربته في حلقه قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف ان شاء الله. الخصم كان واصل ل 40%، وكان حاجتهم جميله وما خيشتش، وكان خد احسن عرض في حلقه العروض اللي فاتت بصراحه، عشان ما اظلمهمش طعم البرجر 10 من 10، خاصه بعد ما سخن كده طعمه كان جامد بصراحه، وطعم الشاوميني بتاعهم لا يعلى عليه، عليهم شويه شاوميني تاكل منه ما تشبعش. فالعرض خايش منهم النهارده في حاجتين اتنين، اول حاجه ان انا متاكد ان انا طالب في العرض الاربع انواع برجر بحالهم، العرض على 4 برجرات، انا قلت له عايز برجر من كل نوع حجم 150 جرام، البرجرات اللي جت كلها برجر من نوع واحد بس اللي هو العمده، حط اقل واحد في البرجرات الاربعه وعمل الاربعه نفس النوع. تاني حاجه في كميه الاضافات اللي موجوده في البرجر، زي ما انتم شفتوا في الفيديو، البصل والطماطم يكاد يكونوا غير موجودين، قطع صغيره جدا، ومفيش بيكلز، الخيار المخلل مش موجود خالص رغم ان هو مكتوب في العرض. الحاجه الوحيده اللي حجمها مظبوط في البرجر الصوصات وقطعه البرجر، باقي الحاجات حجمها قليل جدا وما تحسش بوجودها اصلا. طبعا الخاتمه دي انا مصورها بعد الفيديو بكام يوم، وللاسف يوم التصوير كان اخر يوم في العرض، اتواصلت معاهم وقلت لهم المشكله، قال لي ماشي وهنرد عليك ان شاء الله، لكن فات لغايه دلوقتي حوالي اسبوع ومحدش رد عليا، فقلت مش هاخر الفيديو اكتر من كده عشان ما اظلمش معايا وان واي وكبسه سعودي، وقلت هنزل الفيديو، فان شاء الله باذن الله مره ثانيه هبقى اجربهم واديهم فرصه ثانيه، ودي في الاخر كانت تجربتي انا، المهم تجربتك انت، قول لي انت جربت انا عرض فيهم، وقول لي مين فيهم اللي تستاهل ان هو يستحق يكون العرض رقم 1. وبالمناسبه مطعم وان واي انا جربته، كان حد طلب مني قبل كده في الكومنتات ان انا اجربه، ولو في مطاعم ثانيه او عروض ثانيه عايزين اجربها اكتبوا لي تحت في الكومنتات، او ابعتوا لي على رسائل الصفحه على الفيسبوك، وان شاء الله باذن الله لو نزل عروض اجربها، ولو ما نزلش عروض ممكن نجرب المنيو من عنده ان شاء الله. ولو انت تعرف حد عنده جروب اكل بيتي او عايز نجربه، او لو حد فاتح مطعم جديد وعايز نجربه اكتب لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله باذن الله بجربه قريب. ولو وصلت لغايه هنا فانت فعلا اسطوره، وحابب اشكرك من كل قلبي وادي لك هديه جميله. هديه النهارده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه الصلاه والسلام، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امسى قال: امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها، واعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها. ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. واذا اصبح قال ذلك ايضا: اصبحنا واصبح الملك لله، او كما قال صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اذكار الصباح والمساء بيقول دعاء جميل جدا مليان تسليم لله وتوكل على الله عز وجل، وسيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل نقل لنا الدعاء الجميل ده. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: امسينا وامسى الملك لله، يعني مع دخولنا في وقت المساء نسلم ونشهد ان كل شيء حولنا هو ملك لله عز وجل وحده لا شريك له، وهو وحده اللي بيملك الدنيا بحالها، وما فيش حد غيره يقدر يتحكم في اي حاجه في الكون الا باذنه سبحانه وتعالى. والحمد لله، يعني مع دخولنا وقت المساء بنشكر ربنا عز وجل على كل حاجه، سواء كانت كبيره ولا صغيره، شايفينها بعينينا ولا مش شايفينها بعينينا، حتى دخول الصباح والمساء في حد ذاته نعمه من الله عز وجل. لا اله الا الله وحده لا شريك له، يعني مع دخولنا وقت المساء ما فيش اي حد يستحق نعبده الا الله عز وجل وحده لا شريك له، لا شريك له في الملك، ومش محتاج لحد يساعده في تدبير شؤون الكون او في فعل اي شيء يريده عز وجل. هو وحده المتصرف في الكون كله، اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل اللي في الكون ده كله ملك له وحده سبحانه وتعالى، وكل حاجه بتحصل في الكون انما هي باراده الله عز وجل وحده لا شريك له، وهو وحده القادر على كل شيء، سواء بالخير فضلا منه او سواء بالشر ليس بظالم سبحانه وتعالى. هو وحده اللي يقدر يغير ويبدل في الكون زي ما يحب سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. ربي اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها، واعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها، يعني يا رب اديني من الخير اللي في الليله دي واللي جاي بعدها كمان، واحميني وابعد عني الشر اللي فيها والشر اللي في الليالي اللي جايه بعدها كمان. ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، يا رب ابعد عني الكسل والخمول، وابعد عني سوء الكبر لما يكبر سني وتبقى صحتي ضعيفه وعقلي مش زي الاول، يا رب اجعلني دايما في احسن حال. ربي اعوذ
بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. ودي من اقوى الجمل في الدعاء الجميل ده، يا رب ابعد عني نار جهنم وابعد عني عذاب القبر، لان القبر هو اول محطه من محطات الاخره، واللي ينجو منه ويعدي منه يبقى ان شاء الله اللي بعد منه اهون واجمل. ربنا عز وجل يحمينا ويحميكم ويجرنا ويجيركم من عذاب النار وعذاب القبر. فاحنا نتعلم ايه من الدعاء الجميل ده؟ نتعلم ان احنا دايما نفضل قريبين من ربنا عز وجل، نلجأ الى الله عز وجل دائما، ونقر بضعفنا وعجزنا لله عز وجل، وهو وحده القوي القادر مالك الملك سبحانه وتعالى. نطلب من الله عز وجل الخير ونستعيذ به من الشر، ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ازاي نذكر ربنا وندعي ربنا في كل وقت. ودي كانت هديه النهارده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، ان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم. فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش تشتركوا في صفحات القناه على مواقع السوشيال ميديا، هتلاقوا لينكات صفحات القناه موجوده تحت صندوق الوصف. وما تنسوش تعرفوا الارقام الخمسه اللي هتظهر في الشاشه عشان تشاركوا في السحب على هديه الفيديو ده. هتلاقوا شروط السحب كلها مكتوبه تحت في صندوق الوصف، وهو حد يكتب الرقم في الكومنتات، عشان يكتب الرقم في الكومنتات همسح الكومنت بتاعه مش هيخش السحب. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وادعوا لاخواتنا في ارض العزه ارض الرباط وفي السودان وفي سوريا في كل مكان، وادعوا لوالدي جميع المسلمين بالرحمه والمغفره. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم ان شاء الله حاجه على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صل على محمد، 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 صل على محمد.